بعد تعليمات وتوجيهات من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بالتكفل الأحسن للمريض، ها هو قطاع الصحة يفرج عن قرار هام بإعلان الوزير عبد الحق سايحي استلام 90 مستشفى مجهز بأحدث الوسائل بداية من العام الجاري. هناك أيضا معدات طبية متطورة يعني في الولايات الجنوبية خاصة في الولايات المستحدثة. الجنوبية في الولايات الجنوبية ثم في الولايات الجنوبية استلمنا 16 مستشفى، وسنستلم بداية من هذه السنة لكل القطر الجزائري 90 مستشفى. يعني هناك مجهودات كبيرة وهناك معدات طبية لكل الوطن. تخصيص ما يفوق 711 مليار دينار جزائري لتطوير المستشفيات بأحدث الوسائل قصد تسهيل المسار العلاجي للمريض، خاصة ما تعلق الأمر بمرضى الجنوب. يكفي أنه سنويا الميزانية ترتفع بأكثر من 3% حتى 14%. بلغت ميزانية هذه السنة تجاوزت 711 مليار دينار جزائري، وهو رقم ضخم يؤكد عزم الدولة كما قال السيد رئيس الجمهورية بالتكفل بالمريض. الأطباء ومستخدمو الصحة رحبوا بالخطوة، مؤكدين أنها ستسمح بالقضاء على ظاهرة تنقل سكان الجنوب نحو العاصمة للعلاج مع توفير مناصب شغل للأطباء. أكيد أن إنشاء المستشفيات في المناطق الجنوبية له دور كبير جدا في توفير الرعاية الصحية للمرضى، خاصة المتواجدين في المناطق الجنوبية. بفعل أن الجنوب الجزائري مساحة شاسعة جدا، ويقضي على ظاهرة تنقل سكان الجنوب لمناطق الشمال من أجل الحصول على العلاج والرعاية الطبية. كما له دور كبير جدا أولا في تكوين الأطباء وتوفير مناصب عمل بمختلف أنواعها للعاملين في الجهاز الطبي والشبه الطبي والإداريين، وكذلك السماح بتطوير السياحة الطبية في ظل انفتاح الجزائر على المناطق الجنوبية أو الدول الجنوبية. إذن وزارة الصحة تمر إلى السرعة القصوى في إطار تطوير القطاع والتكفل الأمثل بالمريض.